يقول في العالم يكون لكم ضيق، وجنبيها ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني ولا يهمكم من العالم ده، أنا غلبته وأغلبه فيكم أيضا معاكم. يقول كثيرة هي أحزان الصديقين، وجنبها على طول ومن جميعها ينجيهم الرب. يبقى الواحد ما يهموش، يبقى الواحد ما يهموش ايه يعني تجربة، ما دام معاها معونة ومعاها نعمة ومعاها قوة من ربنا. عشان كده يقول ان التجربة معها المنفذ، دي صفة اخرى. التجربة معها ايه؟ المنفذ، يعني معاها الحل. ربنا يجيب التجربة ويجيب معاها الحل. جايز ما تشوفوش دلوقتي، لكن الحل موجود. والتجربة ايضا غالبا بتكون لفترة محددة تنتهي فيها، فترة محددة. أنا فاكر مرة قلت لكم إن التجربة بتأخذ شكل هرمي، تطلع لفوق لغاية لما تصل للقمة وتنحدر على الجانب الآخر. لكن ما فيش تجربة طلع كده على طول، تمشي لغاية قمتها وتنزل. وتجربة أيوب كده برضه، وصلت لقمتها ونزلت على الشط الثاني. كلها لتجارب لفترة محددة. بس الإنسان اللي بينزعج كتير، كل ما ينزعج من جوه تكتر عليه التجربة من بره. كل ما يضطرب يتهيأ له ان التجربة دي ما فيش فايدة. يقول كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. ده كلام شياطين. لكن ايه؟ الرب هو ناصري، مجدي ورافع رأسي. ادي داود قال كده في المزمور.